الحقيقة أنا قررت أبدأ سلسلة تعلم اللغة الإندونيسية دي لأي حد حابب إن هو سواء هيعيش في إندونيسيا أو إن هو هيدرس فيها، إن هو يلاقي مصدر واضح وسهل ومرتب وإن هو يتعلم منه اللغة. خصوصا لما جيت هنا ما كنتش لاقي مصدر على الأقل مجاني، خصوصا إن أنا أغلب الحاجات اللي بتعلمها من يوتيوب كوسيلة تعلم مجانية. ف يلا بينا نتعلم اللغة من الصفر سوا بطريقة أحسن. طيب، اللغة الإندونيسية بصراحة هي لغة مميزة، خصوصا إن هي رابع اكتر لغه بيتكلموها الناس في العالم. الاصل بتاع اللغه هي لغه اسمها المالي، ومنها اشتقت اللغه الاندونيسيه او الشكل الحالي للغه الماليزيه. تمام. في القرن الثاني وصولا للقرن ال 14 دي كانت فتره المملكه البوذيه، وفي الفتره دي كانوا بيستخدموا اللغه السنسكريتيه. تمام. وكانت دي اسلوب الكتابه بتاعهم. ولكن في اواخر الفتره بتاع المملكه دي كان بدا يدخل الاسلام في القرن ال 13. ومع العلم مرحلة الإسلام دي نتيجة أنها لحد دلوقتي في أكتر من 87% من السكان في إندونيسيا، خصوصا في جزيرة جاوا، بيكونوا مسلمين. ودخلت كمان معاها اللغة العربية كتأثير على اللغة، ومعاها الحروف العربية للكتاب. جينا بقى بعد كده من القرن ال 14 للقرن ال 16، كانت فترة التريدينج أو ازدهار التجارة مع الصين، ومعها دخلت بعض الكلمات الصينية زي كاكي اللي هي الأخ الأكبر. ومن الفترة ال 16 لل20 للقرن ال20 دي كانت الكولونيزيشن على ايد هولندا او دوتش. ودي تحديدا الفترة دي تحديدا كانت اكتر مرحلة اثرت على اللغة الاندونيسية او بالشكل الحالي للغة على مدار 300 سنة. واخيرا من القرن ال20 حتى الان سكرانج يعني ناو. تمام. دي فترة الجلوباليزيشن او العولمة ودخول اللغة الانجليزية. وباي ذا واي هي اللغه الاندونيسيه ما كانتش الشخص الباسيف جدا في الموضوع، لا هي كان ليها برضه تاثير على بعض اللغات. يعني مثلا في الوقت لو جينا على سبيل المثال اتكلمنا عن اللغه الانجليزيه، عندك كلمه اورانجتن وهو نوع من الوريد، دي اصلها اصلا انجليزي، دي اصلها اندونيسي ودخلت الانجليزيه. عندك مثلا راتان كذلك الامر جايه من الاندو. فاللغه الاندونيسيه هتلاقيها غنيه بالمفردات، مألوفه ليك سواء ايا كانت خلفيتك، خصوصا لو انت عربي، لان كتير من الالفاظ من القران او من الثقافه الاسلاميه او اللغه العربيه عموما ما زالت حتى الان حيه ومستخدمه. وهتلاقي اغلب الكلمات اللي انت بتستخدمها في الديلي لايف انت اوريدي واخدها من العربي، زي مثلا كلمه اخير او كلمه جواب او كلمه واجب وهكذا يعني. ف يلا بينا نبدا مثلا، او ما نبدا معانا اول درس. هنبدأ بإن احنا نشوف sentence structure أو كلمات سي. الجملة الإندونيسية بتبدأ معانا بالتكوين البسيط اللي هو فاعل subject verb وobject مفعول به. على سبيل المثال سايا اللي هو I، سوكا like، ناسي اللي هو الرز او الريس. فسايا سوكا ناسي انا احب الرز. او ديا مينون كوبي، هو او هي يشرب القهوة. فالتكوين بتاع الجملة بسيط ما فيهوش لخبطة كتير، مش مختلف جدا عن اغلب اللغات زي الانجليزية او اللغة العربية. هو فاعل مفعول. والنقطة التانية اللي حابب اكلمكم عنها هي الادوات. اول حاجة عندنا اكو اي، ولكن دي informal. بعد كده عندك سايا اي، ولكن الفورمال فيرجن بتاعها منها. عندك كيتا وي، وعندك كامي معناها وي برضو.
الفرق بين كيتا وكامي ان كيتا لما انا اقول كيتا معناها including me or the speaker in general. يعني لو انا اللي بتكلم بقول هاري اني كيتا akan belajar bahasa Indonesia. Today we will learn bahasa Indonesia او learn Indonesian language. فانا في الجمله دي انا بقول including me، يعني كيتا including me. لو ما استوعبتهاش حاول تعيد الفيديو تاني وان شاء الله تستوعب. بالنسبه لكامي هي ولكن does not include speaker. تمام؟ يعني لو المدرس بتاعك دخل قال لك والله ان احنا هنتعلم كذا النهارده، هيستخدم كامي لان المدرس مش هيتعلم معاك، والمدرس هو اللي هيعلمك. تمام؟ عندك اندا it's you وده الفورمال منها. عندك كامو you for singular، يعني في الانجليزي you ممكن تمشي بلورال وينفع singular، بس في الحاله دي اندا وكامو بتبقى مفرد بس، تستخدم لانت فقط وليس انتما وانتم وهكذا. دي informal. اخيرا عندك ميريكا زي دي ما فيش منها فيرجن فورمال فهي تمشي. تمام؟ عندك كاليان which is you بتاع البلورال، يبقى انت عندك 2 يو، اندا وكامو يو اللي هي السنجولار، انما كاليان دي يو البلورال. تمام؟ وركز قوي في حته الفورمال والانفورمال لان السيتويشن اللي انت بتتكلم فيه وخصوصا مع الاندونيسيين بيفرق جدا معاهم انت استخدمت انهي واحده او الكلمات اللي انت تستخدمها. وده ياخدنا لنقطه تانية، فكره ان الاندونيسيين احنا عندنا اكتر من 71 مليون متحدث سبيكر از نيتيف، يعني دي اللغه الاولى بتاعته، وعندك حوالي 199 مليون 199 ونص مليون سبيكر از سكند لانجوج. هل السكند لانجوج ده اوتسايد اندونيسيا؟ لا، هو جوه اندونيسيا. ليه؟ لان اندونيسيا عندنا في عندنا جزيره كاليمنتان، بابوا، وعندك سومطرة هنا، وجاوا دي رغم ان حجمها صغير نسبيا بالنسبه لكاليمنتان وبابوا وسومطرة، ولكن هي فيها اغلب السكان most population. كل مكان من دول بيبقى ليه لهجته الخاصه او اللغه الخاصه بيه. اللغه الاندونيسيه هي اللغه بتاعتهم ان جنرال، ولكن كل مكان فيهم عنده اللغه الخاصه بيه. عندك الجافانيز بتاع لغه جافا، عندك السندانيز، عندك تيمور ليست مثلا، عندك هنا تيمور ليست، وبالي لو اكيد انت عارف بالي موجوده هنا في جافا. فكل مكان عنده اللغه الاصليه بتاعته. لو انت في الرورال اريا غالبا هتبقى النيتيف لانجويج بتاعتك هي لغه محليه، انما في الاوربن او لو انت في مكان حضاري مدينه مثلا زي القاهره عندنا مثلا في مصر، هتبقى انت ضمن النسبه اللي هي اللغه الاندونيسيه الاندونيسيان بهاسا، مش سكند لانجويج، هي النيتيف لانجويج بتاعتك. فغالبا القصد من اللي انا قلته ده ان انت لما هتيجي تتكلم مع مثلا حد اندونيسي شات او اي حد عموما، زميلك مثلا في المدرسه او زميلك في الشغل، هيحس ان انت فورمال زياده عن اللزوم، وهتسمع التعليق ده كتير. ما تستغربش ده وحتى لو انت استخدمت اكو وهكذا، لان هو بيكون متعود ان الاندونيسيان بهاسا بتكون مستخدمه للإديوكيشن، مستخدمه للجفرمنت، مستخدمه للميديا، الحاجات اللي هي محتاجه فورمال سبيكينج او المستندات الرسميه. انما في الحياه العاديه بيستخدموا الجافانيز وهكذا. انما في الاجيال الجديده زي الشباب اللي مثلا في سن ال10 سنين والفتره المراحل اللي جايه دي، كلهم بيبقى النيتيف لانجويج بتاعتهم هي البهاسا الاندونيسيه. بدات اللغات الثانويه زي الجافانيز والسندانيز تختفي تدريجيا. طيب اعتقد احنا ممكن نكتفي هنا، والمره الجايه تمام. هو الدرس ده كان زي انترودكشن للبهاسا اندونيسيا، ونفهم الاوريجين بتاعها، عشان واحنا بنسمع هنلاقي كلمات كتير من اللغه العربيه، هنلاقي كلمات انجليزي، هتلاقي كلمات من دوتش او اللغه الهولنديه، هتلاقي ان اللغه ذات نفسها فاميليار، فمألوفه ليك. تمام؟ وركزت اول على حته الكلمات ستروكسي عشان ان انت تفهم الاستراكشر بتاع الجمله. ده هيفهمك ان اللغه دي بسيطه، اكشلي ما فيش جرامرز كتير، هم شويه جرامرز قليلين. والصعوبه الاساسيه انت هتلاقيها في حاجه اسمها الاضافات او البريفكس والسفكس. هتلاقي ان الفعل نفسه
في منه كذا فيرجن، وكل فيرجن منهم بيبقى مثلا ضافف له ميم، بي، مينج، بير. كل اضافه منهم بتغير في معنى الفعل او مشتق جديد من الفعل، ولكن لهم نفس الاصل. زي اللغه العربيه عندنا هتلاقي مثلا يلعب، لاعب، ملعوب، وهكذا. فكلهم الاصل بتاعهم لعب، وصغنا منه حاجات كتير، اشتقينا منه حاجات كتير. فوانس ان انت فهمت ال 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 الطريقه او المينتاليتي اللي بيفكر بيها الاندونيسيان جاي، انت خلاص بقت بالنسبه لك اللغه حاجه بسيطه. وبس كده. ما تنساش تدعيلي بالله عليك، ما تقول انا نسيت اصور.